بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على الديليفر، ان احنا نعمل ريندر للفيديو بتاعنا من برنامج دافينشي ونطلع بيه الفيديو على الجهاز عشان نبدا ان احنا نعمل له ببلش او نتفرج عليه او ان احنا نستخدمه الاستخدام بقى اللي احنا كنا عايزينه. فسريعا قبل ما نبدا اتاكد ان انت عامل لايك للفيديو وركز جامد جدا عشان في معلومات حلوه قوي في الفيديو ده ومشروبك اللذيذ، ويلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، أنا عمرو عطلة، وإحنا كنا اشتغلنا على المشروع بتاعنا، سواء المشروع ده بقى أو أي مشروع أنت اشتغلت عليه. فهنروح على جزئية الدليفر من برنامج دافينشي من تحت، والموضوع ممكن يلخبطك شوية ولكن هو بسيط جدا. وبرضو اللي عندنا هنا ده كده ده الكليبس أو الأجزاء اللي في الفيديو مكونة الفيديو بتاعنا. فكل كليب هنا أنا ممكن أكون بعدي عليه كده اشوفه واحد ورا التاني. امكانيه ان انا اعمل بريفيو. اصلا مرسى علم معروفه عالميا بكونها موطن لاحد اكبر تجمعات الدلافين. فوق عندي هنا فكره الكليبس دي، الايقونه بتاعت الكليبس دي. لو انا عايز اشوف الكليبس عندي دي كده، او ان انا دوست عليها كده شلتها بحيث ان انا اشوف التايم لاين برده معايا هنا كده. انا هنا هعمل ريندر للتايم لاين كله، الفيديو ككل. لو تاخد بالك كده الفيديو بدا من هنا عند الجزء اللي شايف الشريط الرمادي الصغير ده، بدا من بدايه التايم لاين، من بدايه الفيديو خالص، وانتهى هنا عند اخر شايف الشريط مكمل لغايه لما وقف هنا. ده المارك ان انا عملت مارك ان او مارك اوت. هو هنا باي ديفولت بيفهم ان انا هعمل ريندر للانتاير تايم لاين، يعني كل الفيديو اللي انا شغال عليه التايم لاين كله. فلو انا مثلا كان الفيديو بتاعي بالنسبه لي ما انتهاش لغايه هنا، في عندي فيديوهات تانية ورا لسه في التايم لاين هتبان معايا، فده بيعمل لي زي مراجعه لنفسي كده قبل ما اعمل ريندر. انا ممكن اكون ناسي كليبات ورا فاخد بالي لا. فانا مثلا لو رجعت تاني على ايديت بانر بتاعتي هنا كده، وتعالى انا هجيب مثلا جزئيه كام كليب كده وهجيبهم دوبليكيت كده ورا في الاخر، ونفترض ان انا اشتغلت هنا كده والفيديو بتاعي تمام التمام وخلصت وهعمل ديليفر. فبص كده معايا، انت بتلاحظ انا بعمل ريندر او ديليفر لانهي جزئيه. الشريط هنا مكمل معاك، حلو الكلام، واخد بالك، ماشي ماشي ماشي، بس ما وقفش عند اخر التايم لاين، في حاجه ناقصه او في حاجه غلط. هو كمل معايا هنا، ولو تاخد بالك ان هنا بقى عندي جزئين انا ممكن اروح كده. بص بقى كل ده بقى كده هعمل زوم اوت كده، الت سكرول بالماوس لورا. بص بقى التايم لاين بتاعك ده كده الفيديو اللي هيطلع، كل الجزئيه اللي في النص دي سودا، هتطلع شاشه سودا بلاك سكرين زي دي كده. ولنفترض ان انا سايبها دولت كنت بشتغل عليهم، بس انا سايبهم لغرض ممكن اعدل نسخه تانية واعمل لهم ريندر، فما عنديش مشكله. طب احل الموضوع ده ازاي او اظبط الامور دي ازاي؟ بمنتهى البساطه، انا الفيديو بتاعي هنا المفروض يخلص عند نهايه التايم لاين. طيب هجيب الجزئيه اللي فيها المارك اوت دي كده، هشدها واوقفها بص عند اخر الفيديو بتاعي. طيب هنا ممكن برضو وانت بتشد وتحط ايدك كده الموضوع يفلت معاك مثلا في كام فريم كده بالمنظر ده، فتلاقي ان انت برضو ناسي عندك حاجه من الفيديو مش ظابطه معاك بالظبط. فممكن تظبط الموضوع دوت ان انت تعمل المارك ان والمارك اوت من الكيبورد بزرار الاي والاو. لو انا مثلا عايز ابدا هاخد الجزئيه اللي هعمل لها ريندر من اول الفريم ده، من اول الكليب ده كده، الماركر بتاع البلاير هيد بتاعي بيعمل زي سناب كده يقفش في القطعه اللي انا هبدا فيها هنا. فانا هبدا ريندر الفيديو بتاعي عايزه يبدا من اول هنا، فهدوس اي مارك ان كده، حطيت المارك ان. عايزه ينتهي مثلا هاخد لغايه هنا كده، هوقف الفيديو بتاعي فهدوس او مارك اوت. فالجزئيه اللي هترندر دلوقتي بالنسبه لي الريندر في المارك ان والمارك اوت رينج، مش الانتاير تايم لاين. فاللي هيطلع معايا هو الجزئيه اللي انا محددها له دي. طيب الجزئيه اللي انا محددها له ديت برضو ااكد لنفس المعلومه، الجزئيه ديت كام ثانيه او الديوريشن بتاعها قد ايه. بص فوق هنا عندك هتلاقي الديوريشن بيقول لك ان انت 6 ثواني. الجزء اللي انت محدده في التايم بتاعك دوت هنا المارك ان في التوقيت ده والمارك اوت في التوقيت ده، وهيدي لك الديوريشن اللي هو 6 ثواني. ممتاز جدا، انا كده ماشي بشكل منظم منسق، ما بتلخبطش ومش هتلخبط باذن الله. طيب لا، انا عايز الغي كل الكلام دوت، انا عايز الفيديو بتاعي يبقى كده من اول هنا وهاجي عند اخره هنا كده وهدوس او مارك اوت. الفيديو بتاعي هنا كده انا براجع ان هو 27 ثانيه. نيجي بقى على الاساس بقى بتاع الكلام كله، فكره الفورمات بتاعتنا اللي احنا هنعمل لها ريندر. لو بصيت فوق هنا كده هتلاقي عندك كاستوم اكسبورت. دي لو انا هشكل اعدادات هنا بنفسي فهي بتبقى كاستوم اكسبورت. طب انا لو عايز اجيب حاجه بقى من البريسيتس الجاهزه اللي عندي هنا كده فوق، البريسيتس ديت هي حاجات جاهزه مقترحه من دافينشي عشان تبدا ان انت تعمل ريندر على طول. فبنلاقي عندنا في حاجه اسمها H.264 ماستر، وفي الهايبر ديك 264 برضو، وفي ال 265 ماستر، وفي البروريس 422 اتش كيو. وبعد كده بقى في حاجات اللي هي مخصصه او البريسيتس الجاهزه للسوشيال ميديا اللي احنا متعرفين عليها. وبتلاقي عندنا برضو حاجات خاصه بفاينل كات و
بريمير اكس ام ال، ايه الفرق ما بين كل البريسيتس ديت وبستخدم انهي بالظبط لكل حاجه ايه هي؟ بكل بساطه اغلب استخدامك للريندر هيكون على ال H264 ماستر، وده اللي بيدينا الصيغه اللي هي .mp4 واللي بتشتغل على اغلب كل حاجه تقريبا، كل الاجهزه كل الديفايسز بتشتغل بالصيغه ديت، بتدينا جوده ممتازه وكمان الحجم بيبقى مناسب ومتوافق على كل حاجه تقريبا. طيب اللي جنبها بقى اللي هي الهايبر ديك دي، ايه الفرق ما بينها وما بين دي؟ انها مخصصه اكتر لاجهزه البلاك ماجيك هايبر ديك، هي حاجه ادفانسد شويه لبلاك ماجيك وغالبا ما بنستخدمهاش، ممكن ما تتعرض لهاش خالص. نيجي بعدها لفكره ال H265 ودي نسخه احدث من ال H264، بتدينا جوده اعلى وحجم قليل، ولكن الصيغه ديت تقيله اكتر في المونتاج. لو انا استخدمتها في المونتاج بعد كده هتبقى تقيله على الاجهزه، وكمان بعض الاجهزه مش بتدعم الصيغه ديت ان هي تشتغل بيها. انا بحتاج الصيغه دي في ايه بالظبط؟ فكره ان انا عندي جوده عاليه وحجم قليل، ده وش كده ان انا بستخدمها في الارشيف. لو انا عايز ارشف اي مشروع، ارشف اي داتا عندي، مش عايز اخسر الكواليتي بتاعه الرو فوتج بتاعتي، وفي نفس الوقت مش عايز الحجم الكبير جدا بتاع الرو فوتج، فببدا ان انا اعمل لها اكسبورت على ال H265، وانا عارف ان انا بعمل لها اكسبورت هنا عشان ارشفها، عشان ممكن استخدمها بعد كده وان انا احول الصيغه ديت اكمبريس الصيغه ديت بشكل تاني. بعد كده الصيغه اللي هي بنسمعها كتير وممكن نكون مش عارفين هي بتاعت ايه، هي فكره البروريس 422 HQ، وده كودك احترافي جدا جدا بقى، بيدينا جوده عاليه جدا ومناسب جدا في المونتاج، يعني بيبقى خفيف على برامج المونتاج، وده عكس المتوقع. هتقول لي جوده عاليه جدا فاكيد حجم عالي جدا فهيبقى تقيل جدا على البرنامج بتاع المونتاج. على العكس، يعني هنا المونتاج بيعتمد على الصيغه ديت انها متوافقه مع برامج المونتاج للهدف ده، انها بتبقى جودتها عاليه جدا متوافقه مع برامج المونتاج، تديني الورك فلو السلس على البرنامج. فمش معنى ان جودتها عاليه جدا وحجمها عالي جدا انها تبقى تقيله على البرنامج، لا، هي مخصصه معموله بكل الفيتشرز اللي فيها ديت عشان تبقى خفيفه وسلسه على برامج المونتاج، وكمان مناسبه جدا للكالر جريدنج، لان انا تقريبا مش بخسر اي كواليتي من الفيديو بتاعي الاساسي او الاصلي بتاعي. وهنا الكودك ده بيستخدم بشكل اساسي ورئيسي في المونتاج الاحترافي، وان انا اعمل ورك فلو ما بيني وما بين تيم المونتاج. لو انا مثلا عندي اديتور شغال على البريمير وانا كالرست شغال على دافينشي، فانا بعمل له ريندر بعد ما بلون المشروع بتاعي بالصيغه او الكودك اللي هو بروريس، عشان يروح له بنفس النقاء ونفس كل الجوده العاليه اللي هي انا شايفها عندي في برنامج المونتاج. ما اعملهالوش مثلا بكودك يخسرني جودة من الداتا بتاعتي اللي هو H264، ده اللي هو ده الفاينل اصلا، ما ينفعش ابعت له حاجة فاينل يشتغل عليها مرة كمان. فهنا انا بضغط او بعمل كومبريس للداتا بتاعتي عشان تروح للمونتير يعمل لها كومبريس تاني، فتقوم النقاء او الجودة او البيكسلز ريزولوشن كل الحاجات دي بتخسر معايا في الكومبريس ده. فانا بلجأ للكودك ده، هو احترافي اكتر لو انا بتعامل بالعقلية او المانجمنت دوت ما بين نفسي. مثلا ممكن اكون انا بخش الون هنا في دافينشي وارجع تاني على البريمير اكمل المونتاج بتاعي، اروح على افتر افكت، فنستخلص من كل دولت ان عندي ال H264 اللي هنشتغل عليها اغلب حاجه اللي هي الماستر دي بتاعه الرندر النهائي. لما انا هكون عايز اطلع التايم لاين او المشروع بتاعي خلاص على الببلش او على التسليم للعميل، ال H265 دي لو انا هارشف حاجه كبيره عندي ممكن الجا لها، بس بنسبه كبيره مش بنلجا لها. البروريس لو انا هكون بلون مثلا في دافينشي وهطلع الفيديو بتاعي اكمل عليه شغل في برنامج تاني، او ممكن اكمل عليه شغل بعد كده في دافينشي برضو، فده مش بتاع تسليم خالص، مش بتاع ان انا اعمل ببلش او اسلم بيه اي عميل نهائي، ممكن اسلم بيه مونتير تاني يكمل عليه شغل، فهو ده بتاع المونتاج فقط. بعد كده بقيه البريسيتس اللي هي مخصصه اكتر للمونتاج اللي هي بتاعت السوشيال ميديا دي، هي تشكيله بس يعني من دافينشي، ان هو بيسهل لك الامور ان انت لو عايز تعمل ببلش على طول على اليوتيوب، لو دوست على البريسيت ده كده يعني يلخص لك الموضوع اكتر بحيث ان انت ما تتوهش نفسك، لا خش دوس عليه على طول كده واختار المكان واعمل ريندر على طول. ولكن الحاجات المهمه جدا برضو في البريسيتس هم الصيغتين دولت، ده برضو بيساعدك في الورك فلو. لو انت زي ما كنا بنقول من شويه ان انا شغال في برنامج مونتاج وباجي على دافينشي الون وارجع تاني على برنامج المونتاج اللي انا شغال عليه، نفس فكره البروريس، هي تقريبا نفس فكره البروريس، ان انت كودك بصيغه عاليه جدا في المونتاج بكواليتي اكنك ما خسرتش اي معلومات من الداتا بتاعتك، عشان لما تروح تكمل عليها شغل في البرنامج ما
ما يأثرش على جودة الفيديو الاساسي بتاعك. موضوع بسيط جدا وممتع، ولكن اللي احنا استخلصناه وفهمناه بروح على H264 ماستر. وبعد كده بقى الموضوع بسيط جدا، بتكتب اسم الفايل بتاعك، اسم المشروع او الفيديو بتاعك، لوكيشن بتحدده من عندك على الجهاز. بعد كده في عندك حاجه اسمها ريندر سنجل كليب او انديفيدوال كليبس. فكره الانديفيدوال كليبس ديت لو انا عامل قطعات كتيره، زي ما انا مثلا عامل عندي هنا كده قطعات كتيره في التايم لاين، كل هنا قطعه، كل كليب بالنسبه له هو انديفيدوال كليب. فلو انا عايزه يعمل ريندر لكل قطعه لوحدها كفيديو لوحده، هو يقطعها لي ويرندرها لي، بختار الاوبشن ده. الاوبشن ده بستخدمه لو انا مثلا عندي محاضره مثلا كبيره، ببدا ان انا اقطعها عشان اخلي كل مثلا شابتر يطلع لوحده. فبحط المحاضره بتاعتي، ولنفترض ان هي ساعه، اقطعها ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه. اجي عندي هنا كده كل اللي عليا، بدل ما اقعد اعمل ريندر ان واوت لكل جزئيه في المحاضره، لا، هاجي هقول له individual clips، يعني كل قطعه من الربع ساعه اللي انا قطعتها في الفيديو بتاعي اللي هو الساعه ده، طلعها لي لوحدها. فهو بيوفر عليا جزء كبير جدا من الوقت لو انا عايز استخدمه بالاستخدام ده. ولكن بالنسبه لنا في الحاله العامه ان احنا بنستخدم على سنجل كليب. وهنا دي معلومات الفيديو بتاعي، الاكسبورت فيديو بتاعي، وده الاوديو وده الفايل. بعد كده عندي بقى فكره الفورمات. الفورمات بالنسبه لي اللي احنا هنشتغل عليه كريندر فاينل فكره الام بي 4. اشمعنى ام بي 4 مش اي صيغه تانية؟ لان الام بي 4 هو اللي هيطلع لنا جوده جيده جدا تشتغل على تقريبا معظم او كل الاجهزه اللي هي بتدعم الام بي 4، اللي هي هتشتغل على شاشات موبايلات، ارفعها على اي منصه عادي جدا. بنيجي بقى على الكودك اللي احنا لسه شايفينه من شويه، بنخليه H264، والانكودر بسيبها على اوتو، والريزولوشن انا بالفعل مظبط الريزولوشن فبسيبها على تايم لاين ريزولوشن. الفريم ريت انا بالفعل مظبط الفريم ريت بتاع المشروع بتاعي فبسيبها هنا على تايم لاين فريم ريت. الا لو بقى انا محتاج اغير اي معلومه من هنا، فلنفترض مثلا ان انا عندي التايم لاين دوت 1080 ده اتش دي، انا محتاج اعمل له ريندر على 720، هختاره 720. بس طبعا ما يجيش حد يسال سؤال او يفكر ان هو لو هو عنده التايم لاين او المشروع اللي شغال عليه 1080 والداتا جايه له 1080، يقول بقى ايه، طب ما الموضوع سهل جدا ان انا ممكن ارفع جوده الفيديو بتاعي، وبدل ما رندره 1080، ما انا بص بقى اللعبه دي، هقوم جاي هنا كده وانزل تحت هلاقي عندي ال 4K. طب ما رندره 4K كده وانا خسران حاجه؟ خسران حاجه، لان الفيديو عندك هنا بيتمط، لان انت بالفعل ما عندكش المعلومات الكافيه ان هي تغطي ال 4K اللي انت مختاره. هو هيطلع لك 4K بس الجوده او الفيديوهات اللي جوه هتبقى مبكسله بنسبه كبيره، انها عمل لها سكيل، كبرنا السكيل بتاعها. وانا شغال زي ما قلت لك في الاول خالص، وانت بتبدا او بتبني المشروع بتاعك من هنا كده بروجكت سيتنجز، اي معلومات هتحددها من هنا دي معلومات فاينل، يعني لازم تبقى باني عليها المشروع اللي انت هتطلعه في الاخر، تبقى عارف انا هرندر في الاخر بانهي ريزولوشن وانهي فريم ريت. ممكن اقل عنهم لو انا مثلا بعمل ريندر بريفيو، لو انا بعمل بريفيو ببعته للعميل يبص عليه مثلا، يعمل مراجعه عشان يتمم تمام، اخد كونفيرم، فابعت له بعد كده الهاي كواليتي، فممكن انزل بالكواليتي عندي شويه من ان هو 1080 اخليه 720. بعد كده بقى عندي فكره هنا الكواليتي، ان انا بختار صيغه اللي هي ال H264 ديت عشان بتعمل لي كومبريس، بتضغط شويه من الفيديو بتاعي عشان تعمل لي دمج لكل العناصر اللي في الفيديو. الكواليتي بتاعتي انا عايز الدمج دوت يبقى في قد ايه يعني، فانا بالنسبه لي الكواليتي بسيبها على بس، دي اعلى حاجه بيطلع لي احلى انكودنج ممكن يطلع. انت ممكن برضو بنفس الفكره بنفس المنطق، لو انا بعمل ريندر او اكسبورت للفيديو دوت عشان يتعمل بريفيو درافت بس، فمش محتاج ان انا اخده بيست، ممكن عشان اقلل حجمه اخليها ليست كده، انا قللت حجم الفيديو اللي هيطلع في النهايه، انا برضو قللت من الكواليتي بتاعته لان انا مش محتاجها، انا بس محتاج حاجه بريفيو عرض بس سريع. فانا الكواليتي لو انا بعمل حاجه خلاص دي اخر حاجه فاينل خليها بيست. والريت عندي الكنترول هو الكواليتي، انا هنا بتحكم في الكواليتي بفكره اللي هو بيست، هاي، ليست، لو، وهكذا. ممكن احدد الموضوع دوت كبيت ريت لو انت برضو عندك خبره قبل كده في المونتاج على البريمير، فانت عارف انت بتحدد البيت ريت. تيجي عندك هنا كده عايزه كونستانت بيت ريت ولا فاريبل بيت ريت، فانا بالنسبه لي هخليه فاريبل بيت ريت، ان هو يتكيف حسب الشوت بتاعي او المعلومات اللي عندي في الكليب، فهختار فاريبل بيت ريت، وبختار له بقى البيت ريت او اكتب له انا البيت ريت بالنسبه لي اللي هو بيحدد الكواليتي بتاعت الفيديو. طبعا كل ما عليت البيت ريت دي بالنسبه لي كل ما الكواليتي او الفاينل بتاعي هيبقى الصوره بتاعته نقيه وواضحه جدا، قريبه جدا من داتا الاصليه بتاعتي، ولكن حجمه بيبقى كبير جدا.
جدا، فانا مش بعلي الرقم دوت هباء كده ان انا احط اعلى رقم وخلاص، لا انا لازم اكون حاكم الموضوع بالنسبه لي، هعلي لانهي درجه عشان اوصل لانهي حجم. لو قللت الرقم دوت برضو هاخد كواليتي اقل وحجم اقل. عشان ما اخشش في القصه ديت وانا مش عايز احكم نفسي بالارقام، انا بمشيها على الكواليتي عشان احدد ان انا عايزها بيست، هاي، ميديوم، لو، وهكذا. وبس كده بس كده بالنسبه لنا احنا نكون خلصنا اعدادات الريندر بتاعتي في دافينشي. واحنا هنا خدنا وقت شويه ان احنا نظبط الموضوع بتاعنا هنا، بس بمجرد ان انا ظبطت خلاص وفهمت كل الحاجات دي، انا بعد كده هختار الكودك بتاعي وابدا ان انا اظبط الحاجات دي سريعا، لان انا هبقى عارفها واخلص كل حاجه بسرعه، واجي عندي تحت كده هتك على اد تو ريندر كيو، بيحط لي هنا عندي في زي صف كده، بيحط لي الحاجات اللي هتعمل لها ريندر. ايه فكره بقى ان انا بعمل الحاجه في الكيو او الصف بتاعي بالنسبه لي هنا كده؟ لان انا ممكن اكون عملت مثلا هنا ده فيديو، ممكن اجي بعد كده اخد مثلا جزئيه معينه، ولنفترض مثلا هنا اوت وهنا هاخد ان، مارك ان ومارك اوت. الجزئيه ديت برضو انا ظبطتها كده، عايز اخد الجزء ده هستخدمه برضو كفيديو لوحده، وادوس له على اد تو ريندر كيو. فممكن ان انا اعمل اكتر من فيديو، اقطعه واظبطه كده واحطه في الصف بتاع الريندر، عشان خلاص خلصت كل اللي انا محتاج ان انا اطلعه مره واحده، اقول لهم كلهم مره واحده اشتغلوا في الريندر. فبيسهل الموضوع شويه ان انا ما اقعدش استنى الريندر الاولاني يخلص بعد كده اروح اعدل في حاجه، بعد كده اخش على الريندر الثاني اقول له ريندر، وبعد كده استناه يخلص واخش اعدل حاجه واعمل ريندر مره كمان. لا، هو بيحطهم كلهم مره واحده صف عشان اخلص كل مره واحده واسيبه هو يشتغل بقى، او ما انا اخلص حاجه تانية اشوف شغلي، استريح، اتفرج على تلفزيون وهكذا. فبعد ما بتخلص كده وتحدد الاجزاء اللي انت عايز تعمل لها ريندر، لو مثلا انا الجوب 2 ديت اللي هو الحته المقصوصه من الفيديو دي اللي انا اخترتها عايز اعدل فيها حاجه، ادوس على علامه القلم دي كده، فبيبعتني لنفس السيتنجز بتاعتها عشان اعدل عليها. فلنفترض مثلا انا دي هسميه تايم لاين تو كات، ممكن اخلي الكات ديت اخليها على كواليتي اقل، اللي هو اخليها مثلا على لو، وهاجي هقول له ايه ابديت جوب كده، عدل المعلومات اللي هي في الريندر بتاع الفيديو ده. طيب انا برضو مش عايز ده، خلاص الفيديو دوت مش عايز اعمل له ريندر، انا كنت بس عايز اجرب حاجه وعايز امسحها، جت معايا غلط، فهدوس على الاكس دي كده، مسحت الريندر ده. ظبطت كل الحاجات اللي انا بعملها في الريندر كيو، هاجي عندي في ريندر اول ده الزرار ده كده، وهقول له ريندر اول، وبس كده. انا بقى بقعد اتفرج على البرنامج وهو شغال في الريندر، عشان دلوقتي لما اروح عندي على الجهاز في المكان اللي انا حددته افتح كده الفيديو بتاعي. مرسى علم مش مجرد مدينة على البحر الأحمر، فأنا عايزك تجرب الفيديو وتعمل له ريندر وتطلعه من عندك من البرنامج. يا سلام لو تفرحني وتعمل له بوست عندك على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، أو تحط ستوري وتعمل لي تاج أو منشن على الفيديو عندك عشان أشوف الفيديو اللي أنت اشتغلته، وواحدة في واحدة نقيس مع بعض التطور اللي احنا بنحققه مع الفيديوهات بالتتابع بإذن الله. وطبعا بقى مش محتاج أقول لك إنك تكون عملت لايك الفيديو، لأن ده بيدعمني جدا وبيساعدني جدا إن أنا أستمر في تقديم المحتوى. اتأكد إنك تكون عامل سبسكرايب، اشتراك في القناة، عشان بإذن الله مستني أشوفك الفيديو اللي جاي. أنا عمرو عطلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.